هالة الشلقاني ست قوية وجريئة وعارفة تختار اللي هي عايزاه، وبعد فترة صغيرة من تبادل الإعجاب بينهم اتقدمت لعادل إمام، وهو كان رافض فكرة الجواز تماما، لكن هي أصرت على قرارها وأقنعته بالجواز. عادل إمام راح يتقدم لها بعد ما أقنعته بالجواز، ولكن واجه المشكلة الكبيرة، رفض عيلتها الجواز، وقالوا له مش هنجوز بنتنا الكومبارس، على الرغم إن عادل إمام في الوقت ده كان فنان معروف وكان له مستقبل باهر في عالم الفن. لكن عيلتها كانت عيلة أرستقراطية وما كانوش عايزين بنتهم تتجوز فنان. انا الزعيم الاباصيري في اسكندريه مفيش غيري، قبطان ومستني سفينه وبمشي على الميه الهينه، يا ابله بقى روحي فرقينا وبلاش بلاش يا حلوه ترباسه. رفضت هالة قرار عيلتها وصممت على اختيارها واتجوزته من وراهم. في حوار خاص لعادل إمام مع هالة سرحان في برنامج هالة شو، حكى الزعيم عن خوفه من فكرة الجواز وقال: أنا ما كانش الجواز في دماغي، ولكن هالة هي اللي اتجوزتني، ولو رجع بيا الزمن هتجوز نفس الإنسانة دي تاني. وقال: هالة هي شريكة حياتي وسندي الحقيقي وكمان شريكة نجاحاتي. وسأل الأستاذ مفيد فوزي عادل إمام في أحد برامجه عن سر نجاح العلاقة دي، فرد عليه وقال له: السر هو إننا نعرف قيمة بعض كويس، وكل واحد فينا بيدعم التاني. احنا اتجوزنا من وراء اهلها، ودين لهذه السيده بحاجات كتيره جدا جدا.